هلا في ناس ما حيعجبهم هذا الكلام، لأنه في ناس مع فكرة إنه أي شيء أنت بتنتجيه لازم يكون في له مقابل. بس يكونوا أولاد بهذا المجتمع صالحين، مين اللي رباهم بالآخر؟ هي الأم الأساس. الدنيا مش سوداوية كده زي ما كنا زمان. ولكن الأم اللي ما عم تشتغل وهي عم تشتغل مع أولادها وهي موجودة مع أولادها كمان لازم تقدر هذا الشيء، إنه هي عم تقدر تعمل شغلات الأم التانية ما عم تقدر تعمل. الأم بتاخد قرار ساعات إنها تسيب شغلها عشان خاطر الولاد وعشان خاطر البيت وكيان الأسرة، بس الحقيقة إن الولاد بيكبروا وهي ساعات بتحس إنه هو أنا عملت إيه في حياتي، هو أنا ممكن أعمل إيه تاني، ينفع أرجع الشغل، ينفع أدور على هواية بحبها. طب أنا لو رجعت الشغل مين هياخدني بعد فترة القعدة دي؟ الحقيقة إن إحنا ما لقيناش أحسن من نادين سمرة إن إحنا نتكلم في الموضوع ده النهاردة. نرجع الشغل ولا ما نرجعش؟ طب لو نرجع نعمل إيه؟ طب ممكن نلاقي شغف تاني مختلف؟ طب ممكن نقدم نفسنا إزاي؟ الحقيقة الحديث كان خطير النهاردة، خليكم معنا. أهلا بيكم في بودكاست الموضوع عائلي جدا. أنا حنان عز الدين، مؤسسة The Family Hub. الموضوع عائلي جدا جزء من منصة The Family Hub اللي شغلتها الأساسية إن هي تعمل توعية على كل حاجة ليها علاقة بالتربية الإيجابية في البيت وفي العيلة. بنعمل ورش ووركشوبس وإيفنتس وحاجات كتيرة قوي للأمهات والأبهات، وعندنا كورسز متسجلة وكورسز بنعملها لايف في وجودكم، ده غير بقى الكتب والجداول وكل الحاجات اللي انتوا عايزينها عشان نقدر نساعد في البيت على قد ما نقدر معاكم، عشان نربي ولاد سوية يقدروا فعلا يعملوا فرق في المجتمع اللي هم فيه. سلمى طول عمرها شاطرة في المدرسة، شاطرة في التمارين، وشاطرة في الجامعة، متفوقة بطبعها. أول ما اتخرجت اشتغلت شغلانة كويسة قوي وكبرت وترقت والدنيا كانت ماشية كويسة قوي معاها، كانت تحب شغلها جدا. وبعدين اتجوزت جوازة كويسة، حبت جوزها جدا وكانت الدنيا لطيفة، وجابت بيبي وطلعت maternity leave. الماترنتي ليف كانت مفروض ان هي تطلع 3 شهور، ال3 شهور بقوا 3 سنين وبقوا 4 سنين وبقوا 5 سنين، لحد ما ربنا رزقها بالبيبي التاني، وال5 بقوا 7 وبقوا 8 وبقوا 9. كبروا الولاد وبدأت تحس انه طيب هو انا كل الوقت اللي انا كنت بديه لولادي ده ومش قادرة ارجع الشغل تاني. انا كنت حابة ان هي تقعد مع ولادها، وان هي كانت مبسوطة جدا بالحياة دي. بس الولاد لما كبروا بدأوا إن هم ينفصلوا، وبدأوا بقى يخرجوا خروجاتهم، بدأوا يذاكروا لوحدهم، يعتمدوا على نفسهم. فهي بقت عندها وقت كتير فاضي، وبدأت تحس هو أنا عملت إيه في نفسي؟ طب أنا عايزة أرجع أشتغل تاني. ودي كانت نقطة، لقت إن هي ما عندهاش خبرات كفاية، لقت إن هي مش عارفة ترجع تاني، لقت إن هي مش عارفة إنها تعمل إيه ترجع تاني للحياة اللي هي كانت عايشاها قبل كده. ومعانا النهاردة نادين سمرة نتكلم في الموضوع ده، لأن دي مش قصة سلمى بس، دي قصة أمهات كتيرة. ساعات الماترنتي ليف بتبقى 3 شهور وأرجع، وساعات بتقعد بالسنين، وبيبقوا الأمهات نفسهم يبدأوا الكارير بتاعهم تاني أو يعملوا حاجة عندهم شغف فيها. إيه رأيك يا نادين في القصة دي؟ والله قصة جميلة. طب الأول مش تعرفينا بنفسك يا نادين، عشان أنا مش عارفة أقول إيه ولا إيه بصراحة. كلك ذوق. ثانك يو. أول شيء أنا كتير مبسوطة إني معك اليوم حبيبتي. ومع جمهورك أكيد. مبسوطة إنه حنحكي في موضوع مختلف شوي عن اللي بحكي فيه بالعادة، بس أكيد إلي آرائي اللي يعني كيف قوية بهذا الموضوع. فإن شاء الله اليوم يكون حلو هيك نقاش جميل أنا وياكي إن شاء الله. هلأ أنا ديجيتال ميديا اكزيكتيف، سنين طويلة قعدت بشتغل بالميديا وبالديجيتال بزنس، وكنت سي او لوياك لمدة 9 سنين، وقبلها كنت الهيد اوف ديجيتال اوبريشنز بام بي سي جروب، وكنت مانجينج شاهد وكل شيء ديجيتال للام بي سي ده مدة 6 سنين تقريبا. كل التكنولوجي تيم كان تحت إدارتي. شفتي بقى، أنا مش عشان كده مش عارفة أعرفك، لأن الموضوع كبير قوي عليا. لا ما شاء الله. وهلا عم بطلع أكتر على إفادة الناس من ناحية الإدارة والقيادة. عم بحكي كتير بهاي المواضيع عن طريق السوشيال ميديا تبعي، وكمان أما بودكاستر، عندي بودكاست اسمه يوميات مدير عام، نحكي فيه كمان عن الإدارة والقيادة، وهنكتب اللينكس بتاعت كل الحاجات دي في البايو إن شاء الله. أكيد أهم دور بحياتي. أهم دور وأم. فأنتي فاهمة كويس قوي أنا بقول إيه. 100%. طب إيه رأيك في قصة سلمى؟ هلا شوفي، قصة سلمى I think إنه هي قصة كتير من السيدات اللي نحن بنعرفهم. صح. يعني دائما هي في عنا مثل contradiction، نحن شو عم نعمل بحياتنا بين إنه مين الأهم؟ هل الأهم شغلي؟ هل الأهم بيتي؟ وكل حدا له وجهة نظر مختلفة بهذا الموضوع، وبحس كتير مرات إنه الظروف هي اللي بتحكم. صح. بس وجهة نظري أنا كسيدة وكأم، أهم شيء في الحياة هي الأسرة، أهم شيء في الحياة هي العيلة. فما في شيء أهم منه.
لا كارير، لا مستقبل، لا بزنس، لا أي شيء. دائما العيلة لازم تكون هي الأولوية. وكيف بدنا نوفق بين الاثنين؟ هذا هو يمكن السؤال الصعب، لأنه بحالة سلمى على سبيل المثال هي اللي قررته بلحظة من اللحظات اللي حملت فيها أو اللي انتقلت مع زوجها. أول شيء حطت زوجها أولوية وهي عائلتها، وهذا الشيء طبيعي أنا في رأيي وصحيح. بعدين حطت ابنها أو بنتها أولوية بحياتها، وهذا الشيء كمان حلو. وأنا ما بقصد بهذا الحكي إنه إذا الست قررت إنها تكمل الكارير تبعها، تكمل شغل، معناتها قللت من أهمية العيلة عندها. لا، لأنه أنا من هاي الكاتيجوري، من هاي الأشخاص اللي هي قررت إنه ضل عم تشتغل. أنا من أول ما تخرجت بعد شهر بلشت شغل، ولهلا بعدني عم بشتغل، وإن شاء الله بكمل يعني. إن شاء الله. فهي عبارة عن مرات الظروف بتحكم، عبارة عن سبورت سيستم اللي حواليك كيف وضعه، مين اللي عم بيشجع فيكي، مين اللي عم بدعم فيكي. لأنه الست بحاجة لدعم كتير كبير، مثل ما الرجل بحاجة لدعم الامرأة بحياته أكيد، لأنه هو وقت ما بده يكون عم بيشتغل ساعات طويلة بحاجة لهاي الامرأة تدعمه وتهتم فيه. وقت ما سافر بحالة سلمى كانت عم تدعمه، كانت موجودة معه وسافرت معه على سبيل المثال. الست حتى تقدر تشتغل بدها دعم. وقت ما تكون ببيت أهلها، إما أبوها دعم أساسي بده يكون لها، عم بدعم فيها لتوصل لمراحل مختلفة بحياتها. وقت ما تتجوز زوجها لازم يكون الداعم الأولاني. مرة تانية، ما بدي أنفهم غلط، ما بدي أنفهم إنه إذا الست ما عم تشتغل معناتها زوجها شخص غير داعم. أنا ما هذا اللي عم بحكيه أبدا. لا خالص. ولكن في ظروف معينة بتحكم، في أفكار، في معتقدات، في الاثنين مع بعض عم بيتحدثوا مع بعض ومتفقين على طريقة معينة في الحياة. فكل هاي الشغلات لازم تكون من الأول مدروسة ومحطوطة، وعارفة الامرأة شو بدها تعمل وشو هي بدها. مرات الظروف كمان بتحكم إنه ما في خيارات عند الست، بيكون إنه أنا لازم فعلا أترك الشغل، لازم أنا أكون مع ابني، لأنه أنا مثلا ما بقدر أجيب ناني، الساعات العمل طويلة ما بقدر عليها. وكمان بحترم هذا الرأي، وهذا الرأي جميل، وهاي الخطوة حلوة، لأنه هي عملت تحديد أولويات، وبالنسبة لها كان أولويتها هي أولادها، وهن أنا برأيي هاي أهم أولوية في الدنيا طبعا. العيلة والأولاد. بس بعدين شو صار معها لسلمى؟ بعد 9 سنين قررت إنه هي بدها ترجع على مجال العمل، وحقها. هذا مش معناته إنه هي ما عملت شيء. أنا دائما عندي مشكلة بهذا الموضوع على فكرة. أيوة بقى، عشان أنا كمان عندي نفس المشكلة. سمعينا. أحكي لك. بشوف كتير من السيدات بس أقابلهم بينبسطوا كتير بالشغل اللي أنا بعمله، ودائما بيشوفوا إنه يمكن لأني أنا مثلا قررت إني أشتغل وإلى آخره، وعملت كارير كبير وصرت مديرة بالآخر، فبالنسبة لهم هذا هو النجاح، وبينسوا النجاح اللي هن عاملينه. وأنا عندي مشكلة بالمجتمع هلأ من هاي الناحية. كتير من التوجهات سواء كانت على السوشيال ميديا ولا بين الأصحاب وإلى بالعيلة وإلى آخره، دائما بنظروا للست اللي هي عم تشتغل هي الست الناجحة، وبينسوا حق الست اللي هي عم تشتغل جوات بيتها. شكرا. لأنه الست اللي عم تشتغل جوات بيتها هي عم تشتغل، وعم تشتغل ساعات طويلة وغير محسوبة وغير مدفوعة وغير معترف بيها. بالضبط. ونحن بالشغل وقت نروح على الدوام بدنا كتير شغلات. من أهم الشغلات اللي بدنا إياها، بدنا السالري تبعنا بآخرة الشهر، بدنا تقدير، بدنا دعم حتى نتطور بهذا الشغل. وهي الست اللي قاعدة في البيت عم ترعى أولادها ما عم تاخد ولا واحدة من هدول 3 شغلات. صح. لا عم تاخد راتب آخر الشهر، ولا عم تاخد تقدير كفاية. أنا برأيي، وحكينا يمكن من قبل شوي بهذا الموضوع، إنه التقدير ما عم بوصلها لا من أولادها، لا من أهلها، لا من زوجها، وهي عم تعمل عمل جبار. صح. أوكي. ولا عم بيكون حدا يدعمها يقول لها شو بدك تعملي بعدين، شو النكست ستيبس. ودائما نحن شو بنشتكي بالشغل، أنا مديري والله كتير عم بيعمل لي مشاكل. طب شو عن الست اللي في البيت؟ صح. وين الدعم تبعها؟ فأنا بنادي بهذا الحكي، لأنه هي قاعدة بالآخر هي عم تعمل كارير لإلها مع أولادها هدول بس يكبروا ويصيروا دكاترة ومهندسين، من اللي رباهم؟ بس يكونوا أولاد بهذا المجتمع صالحين، من اللي رباهم بالآخر؟ هي الأم الأساس. يعطيه العافية الأب اللي طبعا بيجيب مدخول على البيت، ولكن هي الأم الأساس. الأم يا بتبني وبتربي وبتكبر وبتعمل ناس، يا أما لا. فهي اختارت إنه هي تكبر هدول الأولاد ويصير لهم قيمة في المجتمع. قررت إنه بدها تكون هي موجودة بالمدرسة مع ابنها وتوصل كل يوم الصبح. خلينا نتناقش بهذا الموضوع يا حنان. الأم العاملة في كتير شغلات ما بتقدر تعملهم، ما بتكون موجودة مع أولادها فيهم.
ما عم بحكي انه هو تقصير منها، لا، هاي حدود قدرتها، ما بتقدر اكثر دي من هيك. الظروف اللي هي شغلها بيحطها فيها خلاص. بالضبط. ولكن الام اللي ما عم تشتغل وهي عم تشتغل مع اولادها وهي موجوده مع اولادها كمان لازم تقدر هذا الشيء، انه هي عم تقدر تعمل شغلات الام الثانيه ما عم تقدر تعمله. صح. فالامراه، انا دائما بحكي شغله كتير مهمه انا في رايي، انه الامراه، وبحكيها لحالي، كنت احكي دائما لزوجي زمان، كنت احكي له انا مش سوبر وومن، ما في امراه هي سوبر وومن، دائما بنحمل حالنا اكثر من طاقتنا، بدي اكون وكذا 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 وكذا. لازم احدد شو بقدر اعمل، ولازم اكون سعيده باللي انا عم بعمله ومقدره حالي بهذا اللي عم بعمله، لانه عندي رساله ساميه. هاي الرساله الساميه ما موجوده عند كل حدا. صح. بس انا كنت بحكي لك قبل ما بنبدا ان انا شفت المشكله دي في الامهات اللي بيجولي الاستشارات، وفي منهم ساعات بيجي اكتر من مره وبلاقي ان المشكله ما اتحلتش، مش ان هم مش عارفين يطبقوا، بس عشان هم احساسهم انه انا ثقتي في نفسي بتقل، عشان المجتمع شايف ان عشان انا ما بشتغلش او ما عنديش ما بروحش الدوام، ما بروحش الشغل، فانا اقل من الناس التانية، فعشان كده انا كمان مش ام كويسة او مش ام شاطرة. بالذات ان هي بالنسبة لها ما بتسمعش كلمة حلوة. الولاد بالنسبة لهم ايه يعني البيت متوضب، ايه يعني طبختي، ايه يعني وصلتيني التمرين، ايه يعني وديني مدرسة، لان هم شايفين هم كبروا على ان ده اللي بيتعمل عادي، مش شايفين ان دي ميزة كبيرة هي بتقدمها لهم عشان تاخد بالهم عليها. صح. الام دي بتوصل لمرحلة ثقتها في نفسها بتتهز جامد ندين. فلما تيجي تقولي لها بقى طب تقولك ايه، طب الحل ان انا اشتغل، ما هو بدام بقى صاحبتي واختي وجارتي ناجحين في الشغل ومتبقى لهم كده، وولادهم طول النهار بيقولوا لهم انتي احلى حاجه يا ماما، هي ما هو دايما انتي بتشوفي الجانب ده. صح. فبالنسبه لها طب انا عايز اشتغل. هلا بقى لها 9 سنين سلمى قاعده في البيت بالتقدير بتاعها، واحنا محترمين جدا، بالعكس ده دور مهم جدا جدا جدا، بس هي مش زي زميلتها اللي كانت معاها في الشغل وما سابتش الشغل 9 سنين. التانية بقت مديرة وكبرت وترقت، مرتبها بقى كبير، وتعلمت حاجات كتيرة واتطورت مع التكنولوجي الرهيب اللي حصل في آخر 9 سنين، وسلمى لأ. ودي مشكلة كبيرة. صح، مشكلة كبيرة. بس أول مشكلة بهذا الحكي هي عن سلمى. صح. وهي أني أنا بدي أشتغل بسبب ضغط المجتمع. إذا كان هذا هدفي حيصير المهمة تبعتها كتير صعبة. بس إذا هي هدفها مش ضغط المجتمع، ولا أني أنا أبين بصورة معينة هي لإلي أنا، لأنه أنا بدي أعمل شيء معين اللي أنا كتير سعيدة أني أعمله، هلأ منصير بنحكي عن شيء تاني مختلف. بتصير التشالنجز والتحديات مختلفة وفي لها حلول. بصير أنا وقت ما أجتاز أي تحدي عندي عم بجتازه لأني بدي أوصل لهدف أنا حاطته لحالي، هدف شغل، هدف تطور مهني، whatever it is. مش هدف إني أرضي المجتمع ولا أغير صورة معينة عندي، لأنه إني أنا أقدر أرضي الناس اللي حوالي ولا أغير صورتهم عندي ما حقدر أعملها نهائيا. وأنا مشان النقطة الثانية بدي أحكيها هون، مشان حدا يحكي عني إنه هي إنسانة ناجحة بدي أغير كل حياتي على شو معنات كلمة نجاح بالنسبة لهذا الشخص، معناتها أنا ما حقدر أرضي أي إنسان بهذا الكون. بس المشكلة لما بتيجي من قريبين، لما يجي مثلا إن جوزها يقول لها ده فلانة، شوفي هي كمان أم زيها زيك بس انتي قاعدة في البيت ما بتعمليش حاجة، وده بيتقال حرفيا من ناس كتير، وشوفي فلانة ناجحة ازاي وبقت عندها ايه وشاطرة وما حصلتش. هلا حنحكي عن اللي كيف بنشتغل وكيف نوصل إذا هذا الشيء كان طموحنا لها. بس إذا حدا حكى لها هذا الحكي كمان لازم حد من المقربين، لو مقربين، لو زوجها حكى لها هذا الحكي لازم يكون عندها بلان. لأنه إذا حدا حكى لها هذا الحكي وهي مو عارفة ترد، معناتها عندها مشكلة. هي لازم تعرف شو عم تعمل خلال اليوم. إذا شريك حياتها ما عم بيشوف الشغلات اللي عم تعملها يوميا لازم تفرجيه شو بتعمل. لأنه فعلا انتي لما بتتعودي إن كل حاجة بتمشي زي المكنة
والأولاد همومهم متشالة والمدارس متشالة والمذاكرة متشالة والتمارين متشالة، فأنت مش حاسس، أنت أو غيرك يعني مش حاسين بأهمية الدور ده اللي بيتلعب في البيت. 100%. فشو لازم تعمل هون؟ احكي لك شو تهرب غير الهروب. ممكن غير الهروب شيء تاني غير الهروب. الأوتيل، السبا، تروح السبا. اقترح عليها تعمل لستة في شغلة أنا بسميها تو دو ليست، أوكي، أو هي تاسك ليست. خليها تعمل التاسك ليست تبعتها اليومية والأسبوعية والشهرية كمسؤوليات وتشوف قديش بيطلع عندها تاسكات يومية وأسبوعية وشهرية لازم هي تقوم فيها، وخليها تفرجيها للشخص اللي قدام. تعرفي إني أنا عملتها هاي قبل بمرة. واو، طب احكي لنا بقى. عملتها لأنه مثل ما حكيت لك أنا امرأة عندي بيت وبنفس الوقت عندي شغلي، والاثنين ديماندينج، وشغلي كمان كتير كتير متطلب بحكم يعني شغلي إداري وعندي مسؤولية عمليات. فأنا تحتي يعني إذا عندي الويب سايت نزل ولا الابليكيشن نزل الساعة 3 الصبح هي مسؤوليتي أنا، صح. عرفتي كيف؟ فهي شيء تاني للشغل بنحكي فيه بموضوع الشغل. بس من ناحية العيلة كمان أنا مش عارف حالي شو اللي قاعدة عم بعمله. هل أنا يعني ما عم بتحمل ولا عم بتحمل حتى أحط حالي في مكان مقتنعة إنه هاي قدراتي وهذا اللي أنا بدي أعمله، وبنفس الوقت أكون structured. لأنه أنا كامرأة عاملة عندك كتير شغلات لازم تعمليها، فمش قادر أعمل الشغلات اللي أنا لازم أعملها لازم تكون مكتوبة سواء كان بالعمل ولا برات العمل. صح. فهي الاثنين يعني أنا بضرب عصفورين بحجر. ولكن كتبتهم حتى أشوف أنا الشغلات اللي بعملهم بشكل يومي والشغلات اللي أنا بقدر أعطيهم لحدا تاني. هلا دخلنا بموضوع ديليكيشن اللي هي التفويض، لأنه في شغلات صح. كتير أنا فيني أعطيها لحدا تاني حتى أقدر وقتي أختنمه مع أولادي اللي هي الساعتين اللي بقعد معهم يكونوا بشكل كامل لإلهم، وما أعمل شغلات ما لازم أعملها أو شغلات حدا تاني فيهم يعملوا علي. فاللي اكتشفته إنه أنا اليوميا يمكن عندي فوق 30 أو 35 شغلة لازم أعملها ومسؤولة منها. أوكي، أسبوعياً عندي فوق 40 شغلة لازم أعملها بشكل أسبوعي، وشهرياً في عندي شيء 20-25 شغلة لازم أنا أعملها. أوكي. فهي كامرأة نحن لو ما كتبنا الشغلات اللي أنت مسؤولة عنها من أصغر شيء لأكبر شيء ما بتعرفي حالك قديش مسؤولة عن شغلات، وبتنزل تحت الطاولة ما حدا بينتبه عليها. صح. لا محيطك ولا حتى الامرأة اللي نفس مسؤولياتك، لأنه هي مو منتبهة ومتعودة على الشغلات بشكل يومي، كمان نفس الشيء ما بتكون منتبهة. ليش مش الامرأة اللي بالبيت كمان بصير عندها بيرن اوت، ولا هي بس البيرن اوت للناس اللي بتشتغل؟ طبعا بصير عندها بيرن اوت. ليه؟ لأنه نحن في عنا كمية مهام عم نقوم فيها أصلا ما مستوعبينها، لا تنتهي. فأنا نصيحتي لها الصبية اللي زوجها حكى لها هيك، اكتبي المهام، وقت ما يحكي لك انت ما عندك شيء تعمليه او ما انت فاضيه ما عندك شيء تعمليه، روحي السبا، فرجي المهام، قولي له اي جزء من هاي المهام بتحب تاخذها اليوم. الف مبروك عليك، كسبت الجايزه. تفضل، شكرا. لا والله انا بهزر، بس هو الحقيقه انه دي فكره رائعه. انا حاسه دي فكره رائعه. انا اكشن عايزه اروح البيت اعملها عشان اقول لهم ما انتي بتعمليش حاجه. لا انا بعمل على فكره. لا بس حرام، ما حدش عمره بيقال لي كده، بس هي مهمة إن كمان تحس ب إحساس النجاح، إن هي عملت حاجة 100%، الورثنس تبعها. طب ولو هي عايزة بقى تشتغل، هلا التحديات، أول شغلة بدنا نتفق عليها إنه هي بدها تشتغل لأنه هي بدها تشتغل بالضبط، مش عشان مضطرة. 100%، مش لأنه ضغط المجتمع. هلا اللي مضطر كمان بيدخل بنفس الكاتيجوري. لا مش قصدي مضطرة مدين، قصدي مضطرة مش مضطرة يعني نفسيا محطمة، فشايفة ان هو ده الطريق اللي انا هاخده يعني 100%. لانه اذا هي نفسيتها ما كتير مرتاحه وفكره انه طريق الشغل هو اللي رح يحل لها هاي المشاكل، هي بتكون غلطانه. صح. لانه الشغل رح يجي مع تحدياته ومع مشاكله، مع اشياء كومبلكس اكثر بدها تتعامل معها بالاضافه لحياتها. يعني هي مو واحده من التنتين. يعني هي الست اللي قررت انه تشتغل هي ست محافظة على عائلتها والبيئة ومسؤولياتها اللي هي أوردي عندها، وحتضيف لها مسؤوليات تانية، فهي بتكون جاهزة لهون. ما نفكر إنه نحن المسؤوليات تبعونا راحوا وأنا رح أشتغل، ولا هي 2 in 1 صرتي. صح. مش شخص واحد. فخلينا نحكي عن سلمى اللي صار لها 9 سنين بدها تدخل على مجال العمل ومو عارفة كيف. هلأ أول شغلة لازم يكون في عندي تصور شيء عندي اهتمام فيه، يعني لازم هي تعرف شو اهتماماتها. أوكي، وهذا بحث لازم تبحث فيه.
تقرأ، تدور، تشوف شو في شيء بلفت نظرها. هل الشغلات اللي درستها بالجامعة أو بأول حياتها المهنية وقت ما اشتغلت حابة تكمل بهذا الطريق ولا في شيء تاني؟ ونحن في وقت بيساعدنا نفكر بهاي الطريقة، صح. لأنه كتير في مجالات انفتحت جديدة بوقت ما كنا نحن بالجامعات أصلا مش موجودة، وكتير مجالات أصلا بالجامعات ما بيعلموها. بالضبط. ومشان هيك شفنا بالفترة الماضية بالسنين الماضية ثورة كبيرة صارت في عالم الهوم بزنسز من ناحية النساء. قلت لك أنا كل واحدة صار أوكي ليش لا خليني أفتح البزنس الخاص فيني من البيت، لأنه هذا شيء بنقدر نعمله هلأ ما كان موجود قبل. السوشيال ميديا موجودة، الميديا إن جنرال، الديجيتال ميديا كلها ساعدت الستات يعني تلاقي حالة بطريقة أفضل. فهذا أول خطوة، أعرف أنا شو الباشن تبعي، شو الشغلات اللي حابة أتعلم عليها. وإذا ملاحظة عم بحكي أتعلم، لأنه نحن بالشغل في رحلة تعلم دائمة. صح. نوقف. صح. كل يوم في عنا شيء جديد. حكيتي لي 9 سنين يمكن صار لها زمان في كتير شغلات مشيت وهي مش ما بتعرف فيها. أي حدا بيروح إجازة شهر بيرجع بيلاقي الدنيا تغيرت. صح. أوكي 100%. فمالك 9 سنين. فالفكرة اللي عم بحاول أحكيها هون مش إنه أنا outdated صورته ما إلي مكان، اللي عم بحاول أحكي فيها إنه قدرتي إني أنا ألاقي على الشغل هي قديش قدرتي على البحث والتطور والتعلم. كل ما زادت قدرتي على إني أتعلم وأبحث وأثقف أكتر وأجرب أكتر، كل ما قدرتي إني ألاقي شغل صارت أعلى. تمام. فهاي بدنا نبلش فيها كخط بداية. بعدين بدي أبلش أبني السي في تبعتي، بدي أبلش أبني اللينكد إن تبعي، بدي أبلش أروح على إيفنتس أتعرف فيها على عالم، لأنه أبني شبكة تواصل تبعتي مهنية، مش السوشيال ميديا إنستغرام، شبكة تواصل مهنية. صح. صارت بالنسبة لي مهمة. هلأ فينا ندخل كل واحدة فيهم، لأنه كل واحدة فيهم بدها شغل، كل واحدة فيهم عايزة حلقة. كل واحد عايز حلقة 100%. بس يلا. بس خليني أركز على فكرة إنه الإنترنت مفتوحة لكل العالم. فأنا ما في شيء بيمنعني إني أنا ما أتعلم. بدي أتعلم في شغلات بقدر أتعلمها من البيت. ال AI دخل هلأ على الساحة بشكل كتير كبير. AI courses for free، بروح بتعلم ال AI. يمكن this is my area، يمكن هذا الطريق اللي أنا بدي أمشي فيه. وكل الأشغال هلأ هاي الجديدة اللي عم تطلع وعم تنحط، الخبرة تبعتها عم بتكون سنة لسنتين. يعني بمعنى شو؟ بمعنى كأنه واحد ما عنده خبرة. ليه؟ لأنه كل هاي الاشياء جديدة. صح. إسا ما تراكمت الخبرات فيها وبقدر إني أبلش فيها. في شغلات part time jobs بتكون من البيت، ممكن مع شركات، مع agencies. كتير في ناس بيرغبوا بهذا الحكي، لأنه في شركات كتير بتفضل توظف بهاي الطريقة، لأنه بيكون أقل كوست عليها. ففي كتير ناس تفكر بهاي الطريقة وبيحبوا يشغلوا الناس من البيوت أو ما يكونوا جايين permanently على المكتب. بيوفروا من ناحية الورك سبيس، بيوفروا من ناحية شغلات تانية، والشغل بيتعمل على فكرة 100%. الدنيا بتخلص عادي. وفي ناس كتير بتحب كمان توظف سيدات. أنا واحدة من هاي الناس، بحب كتير أوظف سيدات. مش بمعنى أنه أنا بتحيز لهم أبدا، أنا لا للتحيز، أنا عنواني لا للتحيز وقت التوظيف. دائما بعطي الوظيفة للشخص اللي هو أنسب لهاي الوظيفة، بغض النظر شو كانت الباك جراوند تبعه، الريليجن تبعه أو أي شيء تاني. لدرجة أنه أنا كان عندي فريق عمل قريب 30 شخص في دبي، وكانوا لازم يكونوا من الجنسية العربية، لأنه نحن بنتعامل مع اللغة العربية. هذا اللي هون غير عن اللي برا طبعا. هذا الفريق العمل اللي من العرب كان عندي جنسيات، عم نحكي عن فوق 8 جنسيات بهذا الفريق العمل. واو. عم نحكي عن الديانات، أوكي، والتشعبات الديانات عم نحكي عن 5 مختلفين. يعني انت اذا بتجمعيهم كل اللي موجودين بالوطن العربي، كمية اعياد بقى ومناسبات. فالفكره شو، انا بؤمن بالتنوع كتير كبير بطريقه كتير كبيره. نرجع للموضوع الامراه. ليش في ناس بيكون عندهم، خاصه الناس اللي ذكائهم العاطفي عالي، بيحبوا يوصفوا نساء؟ ليه؟ لانه في عندهم مهارات كتير حلوه ومطلوبه ببعض الاشغال ما بتلاقيه في مكان تاني. مثلا انا بالنسبه لي الامراه كتير بتكون شاطرة وقت ما تعمل project management. كتير بتكون شاطرة. ليه؟ لأنه هي جاي بغض النظر عن شو اللي تعلمته بالكتب، وحلو اللي نحن لازم نتعلم PMP وغيرها من الشهادات، بس من الأساس هي لحالها بتعمل لحالها إدارة مشاريع ببيتها بدون ما حدا يحكي لها. صح. يعني هي إذا ما كانت شاطرة بتنظيم الوقت وتنظيم المشاريع، لأنه هي ميني projects، هاي المشاريع الصغيرة إذا ما بتعرف تضبطهم مع بعض
وتحط لهم تايم لاين لكل واحد فيهم، ما بتخلص، والبيت هيقع. البيت حيوقع. طلعي انت على الامرأة اللي بتعمل عزيمة غدا ل 30 شخص عندها في البيت، ونحن عم نحكي عن من ستاتنا لهلا مثلا 4-5 ساعات بتكون عارفة، أو من قبل. شو بتعمل؟ ده مشروع هو العزومة مشروع. هو مشروع، لأنه نحن إذا بدك يعني أعمل مابينج بين المشروع المنزلي والمشروع البروجكت مانجمنت والبي ام بي، شو بيحكي لك؟ اتس اكزاكتلي ذا سيم. هو كوست مانجمنت وتايم لاين وكونفليكت مانجمنت، كل الشغلات ايه اللي هيدخل الفرن امتى، وايوه بتطبقها في البيت. عرفت كيف؟ وديبندنسيز والى اخره. هي من قبل بيوم تعرف حالها شو بدها تعمل، ومن قبل بيوم بتقرر انا شو بدي اشتري وشو ما بدي اشتري، شو فيني شيء اعمله لتاني يوم. وهي كلياتها هي عباره عن قواعد باداره الاعمال، باداره المشاريع. فمشان هيك الستات لحالهم بس تبلشي تعلميهم نحن بالبروجكت مانجمنت شو بنعلم بالاخر او بالبروجكت كوردينيشن، هي الكلمات تعابير وشو معناتها. هي اوريدي شو معناتها بتعرفها، وشي براكتست اوريدي. فانت تخيلي شو اللي عم تعطيها هي، انت بس عم تعطي كلمات فوقها. حلوه قوي سويد. انا اول مره اخد بالي من ده. دائما بفكر بهالطريقه هاي. فدائما كان عندي فتحتي لي مخي. عندي كان بروجكت مانجرز على فكره، شباب وبنات، وشباب كمان كتير شاطرين، لأ دائما بختار انا الاي بلايرز الحمد لله. بس البنات بالمجمل شاطرين جدا بالكوردينيشن وسريعين كمان. هاي واحدة من هاي. نقطة تانية كمان بالنسبة للست، يمكن هي ما شايفتها بحالها كتير، لازم تعرف هاي القيمة. أنا بعرفها لأنه بوظف ستات، وبهمني أني بوظف يعني ستات ورجال، بس بهمني بدقق بتفاصيل، لأنه بهمني أنا الإكسلنس بالشغل. واحدة من الشغلات الحلوة عند الست إنه الست بتحب تعطي من قلبها. أوكي، ليه بتحب تعطي من قلبها؟ لأنه هي الله سبحانه وتعالى خلقها معطاءة. هي بالبيت أساسا هي بتبلش كل شيء وبتعطي كل شيء بدون مقابل. وحكينا عن قصة التقدير وهذا ونقصها في المنزل. هي الله سبحانه وتعالى خلقها هيك، هي بتعطي بتعطي بتعطي. فتخيلي أنت لو أخذتي هذا الإكزامبل وطبقتيه بالشغل، الست شو حتعمل بالشغل؟ حتضل تعطي 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 تعطي. فنحن بمجال العمل بدنا هذا الشيء، لأنه العطاء هو أساس للبرودكتيفيتي، للإنتاج. أساس الإنتاج العطاء، بدك تعطي حتى تنتجي، صحيح؟ فهي إنسانة منتجة أساسا. ولكن في خطر هون، شغلتين أساسيتين عندها. أول شغلة إنه إذا ما أعطيناها التقدير الصحيح حتحطميها، حتوصل للبيرن اوت بطريقه سريعه، حتقع منك. فلازم تعطيها التقدير المناسب لإلها، واذا اعطيتيها التقدير المناسب لإلها خلص ملكتيها. حتعمل شو من كان تثبت حالها وتثبت انه هي قد هاي المهمه. تمام. الشغله الثانيه كمان انه الست بطبعها، حكينا عن موضوع الثقه في مجال العمل شوي مش كتير قويه. ثقتها شوي واطيه في نفسها. ليه؟ لأنه دائما بتحس إنه أنا يمكن درجة تانية، دائما في حدا أهم مني دائما وإلى آخره. فاللي بيصير عند الست إنه بدها دعم نفسي كتير كبير بالشغل حتى تقدر تكبر وحتى تقدر تنتج اللي لازم تنتجه. بس بدها دعم بسيط، بدها حدا يقول لها برافو you can do it. وانا هذا اللي كنت اعمله مع الدايركتورز الومن والمانجرز، سينيور مانجرز ومانجرز. وانا في ناس عندي كتير كبروا من بينج على انتري ليفل، طالعين من الجامعات لحد ما صاروا سينيور مانجرز. ما شاء الله. فاللي الاوبزرفيشن تبعتي اللي دائما بحاول انه هن بالتحديد ادعمهم انه انت بتقدري تعمليها. لانه دائما حتيجي عندك لازم مثلا اذا كان في عندك مشكله او هيك، حتيجي عندك تقول لك بس أنا مش متأكدة إذا لازم أعمل هذا الموضوع، أو مين بده يحكي مع الشخص الفلاني، هذا شخص يعني مهم فأنا يمكن ما لازم أحكي معه. إجابتك لإلها كمديرتها أو كرئيسة القسم تقدري تعمليها لأنه أنت قدها، بس بدها هذا الكلمتين منك، وحتعمل لك اللي بده ينعمل، وحتجيب لك الديل دايركت هيك لعندك. فذاتس واي. فبحب أنا للست تعرف هاي النقطتين مهمتين عن نفسها، لأنه بيساعدها كتير إنه هي عن جد معطاءة وبتقدر تدليفر. فوقت ما تكون في عندها ليش مهمين هاي النقطتين، وقت ما تروح على انترفيو بدنا نبلش أول شغلة حتحكي لي إنه السي في تبعتها مش كتير مهمة وما فيها كتير شغلات. صح. حيجي اللي بدي يقابلها بالعمل، شو نقاط قوتك؟ تحكي له عن هاي نقاط القوة.
نقاط القوة. أنا قادرة أرتب كل حياتي وأرتب حياة زوجي اللي هو سو سكسسفل، فبقدر أرتب لك أمور الشغل من أولتها لآخرتها. أنا بس بدي فرصة فيها تحكي. شوفي حجم القوة اللي بتعطيه لنفسها وقت ما تعرف هي قيمتها قديش، لأنه شي كان دوت. يمكن هي ما بتعرف إنه شي كان دوت. يمكن أنا اليوم بقى لأني حكيت عن موضوع إدارة المشاريع أو الكوردينيشن، بروجكت كوردينيشن، هلا يمكن تنتبه والله إني أنا كتير شاطرة بهالموضوع، والله أنا كتير شاطرة بترتيب الأولويات. هاي كلها نقاط قوة. هاي نقاط قوة لازم تحطها عندها وتحكيها بقلب الانترفيو. اول مره اشوف الموضوع ده، بس نورتي لي مخي في حاجه. انا لما بعمل انترفيوز لناس، انا بحب يعني الناس اللي معانا يبقوا من جوه الكوميونتي بتاعتنا، عشان احنا كل شغلنا مع ستات وكل شغلنا مع امهات، فلازم يبقى اللي جاي ده فاهم العقليه دي عامله ازاي. ففي ناس كتيره كنت بقابلها في الانترفيوز تبدا تقولك اصل انا بقالي سنين مش قاعده في البيت، قاعده في البيت مش بشتغل، انا عارفه ان انا مش كويسه، انا عارفه ان انا مش شاطره، بس انا مستعده اتعلم. كنت دايما بقول لهم على فكره انا متاكده انك شاطره، متاكده انك كويسه، بس انت عشان اديتيني احساس انه انت مش مقتنعه بنفسك او مش مقتنعه بذاتك، فازاي انا هقدر اديكي مسؤوليه البادجت والايفنت والناس وتتكلمي. دي نبره طبيعيه انا سمعتها من ناس جوه الكوميونتي. في وجهه نظري هم ظالمين نفسهم، لان امكانياتهم عاليه جدا بس هم مش شايفينها. فالمنظور اللي انت اديتيه دلوقتي حلو قوي نادين، حلو قوي انه نبص على نفسنا من وجهة نظر مختلفة، تحسسك انه لا، الوقت اللي انا قعدته مش في الشغل ما راحش هدر يعني. 100%. فهي شوفي وقت بنحكي عن الثقة بالنفس، وقت ما نروح على مقابلة مثل ما حضرتك تفضلتي، اجت حدا لعندك وحكت لك انه انا ما بعرف اذا بقدر اشتغل هالشغلة، بدي اتعلم بس انا ما بعرف، وانا صار لي زمان بعيدة، وانا هاي اوتوماتيكلي انت حكيتي انه نزلت من عينك بطريقة معينة. هي عم بتعاني من قلة ثقة بالنفس. بالزبط. بس هي الثقة بالنفس من وين بتيجي بهيك مواقف؟ يعني حتقول لك أنا كيف بدها تكون ثقتي عالية وأنا ما اشتغلت هذا الشغل من قبل؟ أروح أكذب؟ صح، محترمة. صح. عشان كده بقولك الناس دي ممتازة. فهي محترمة بس صح. هي مو عارفة كيف بدها تحكي، كيف تكسب ثقتها بنفسها. اللي أنا عم بحكيه إنه مش لأنه أنا قعدت بالبيت أو أنت قعدتي بالبيت معناتها أنا ثقتي في نفسي في مجال العمل لازم تكون واطية. صح. العكس تماما. هو أنا لازم أبني ثقتي في نفسي، وبس أروح على المقابلة ثقتي تكون معي. كيف أنا ثقتي بتكون معي؟ وقت ما يكون في عندي خبرة. صح. صح. يعني أنا بدي أحكي عن خبرتي مشان هيك ثقتي عالية. طب أنا ما عندي خبرة، كيف بدها تكون ثقتي عالية؟ ثقتي عالية لأنه أنا رح أشوف ال9 سنين اللي مضت هي خبرة. بالضبط. هي دي النقطة، هي دي النقطة اللي فرقت معايا دلوقتي وانتي بتقوليها، وعايزة الأمهات تسمع الكلام ده. فبدها تدخل على الانترفيو شو؟ بقمة الثقة، بإنه أنا مو بس بتعلم بسرعة، ولكن أنا عندي خبرات متراكمة بهاي السنين هقدر أساعدك فيهم. لازم تدخل بهاي العقلية إنه أنت الشخص اللي بدك إياه هو أنا. أنت بدك شخص منظم، بدك شخص dedicated، بيعرف يرتب مواعيد، بيعرف على حسب طبعا الشغل. طبعاً كل شغل له شيء، بس دائما فكري بطريقة إنه الشغل اللي أنا عم بقدم له كيف بدي أربطه بحالي، وبتقدر تلاقي طرق كتير. تحفة، مهم قوي. وبقولك انا شفته في وسط الناس بتوعنا، وناس حقيقي خطار، يعني امكانيات وشطاره وعلم ومحترمه واخده بالها من بيتها، فله يعني ست فله، بس هي مش شايفه امكانياتها دي. لازم نشوف إمكانياتها أول خطوة. انا ما كنتش ناويه احكي القصه دي بس انا هحكيها. انا لما جيت الامارات قعدت سنه بدور على شغل، انا كنت بدرس ساعتها، واترفضت من 44 مدرسه. كنت جايه من مدرسه في سويسرا. المدرسه دي اللي اخترعت الاي بي سيستم، فهي يعني حاجه قويه جدا يعني. وانا كنت اكزامنر، كنت فاكره بقى ان انا هاجي الامارات ابقى ايه الفرخه بكشك بتاعتهم، الحاجه ما حصلتش يعني. ولا كنت حتى انا عارفه ان انا الحمد لله في الفصل شاطره، وعارفه ان انا بطلع حاجات كويسه من الولاد، عارفه
عارفة، ومش بس عارفة وعندي إثباتات، وعندي CV الحمد لله ربنا يا رب يديمها نعمة قوي، وماسترز يعني عندي. بس بكمية الرفض اللي كانت بتجيلي ثقتي في نفسي اتهزت ندين، وما بقتش شايفة ده. فهو مش سهل ان الواحد لما تجربي وتحاولي وتجربي وتحاولي، وبالذات لو انتي في البدايات وما عندكيش حاجة ثابتة عليها، ان كمية الرفض اللي بيجيلك برضو مش هينة. صح. وحتصير مع الست اللي بتهزك. ضلتها بعيدة، بتصير مع أي حدا على فكرة، لا، وكل مع الناس أي حدا، حتى وفي أوضاع مختلفة. 100%. حتى الناس اللي على رأس عملهم اللي عم بدوروا على شغل بتصير معهم، الناس اللي قاعدة بالبيت عم بتدور على شغل بتصير معهم، بتصير مع أي حدا. شوفي الفرق بالعالم هو نظرتك للأمور، كيف تقرأ الأمر. صح. فإذا أنت قرأت الأمر على أساس إنه أنا تعلمت، يعني عملنا 10 انترفيوز وما مشي الحال، إذا أنا باخد نوتس وبشوف ليه ما مشي الحال كل مرة تقريبا أوكي، وقتها بصير في عندي توجه للخطوة الجاي. ليه؟ لأنه ممكن يكون السبب مش هو أسهل شيء علينا نحن نحكي السبب إني أنا مش شاطرة، أنا العيب فيا، العيب فيني، أول حاجة العيب فيا. ولكن هو ما هيك بيكون. صح. هو بيكون في سبب معين، هذا السبب لازم أفكر فيه ولازم ألاقيه. واحدة من الشغلات اللي ممكن تكون على سبيل المثال إنه هاي الاريا أنا ما حتزبط معي، بدور إذا عرفت السبب هيك وقت بدور على اريا تانية. يمكن أنت هذا اللي لقيتيه، يمكن قلتي أوكي لا، يمكن أنا لازم أنظر للموضوع بطريقة مختلفة. يمكن أنا عم بقدم على معلمة، لا خليني أنا أقدم على إدارة مثلا. أي شيء، أنا عم بحكي أي شيء، بس النقطة هون المهمة طريقة التفكير هي المهمة. أنا اللي بدي أفكر بكل واحدة بهاي الانترفيوز أشوف أنا شو اللي صار معي هناك. هاي نقطة واحدة للتعلم. النقطة الثانية هي كلها تجارب متراكمة. فكل مرة عن مرة بتعلم شيء جديد، كيف أحكي بطريقة أحسن، كيف تكون ثقتي في نفسي أعلى، كيف أبيع حالي. فإما هو أنت بمقابلة العمل اللي عم تعمليه إنك أنت عم تبيعي نفسك طبعا. فهي مهارة. أوكي صح. ومن قبل شوي حكينا في ناس كتير عندهم مهارات كتير بس إن لانهم شايفينها. فأنا أول خطوة إني أشوفها، تاني خطوة إني أبيعها. فإذا أنا مو شايفتها كيف بدي أبيعها؟ صح. ما تمزح. صح. ولو أنا مش شايفاها في نفسي هوصلها لك إزاي؟ 100% مستحيل. فأول شيء بدي أتعرف على مهاراتي وأكون مقتنعة إنه أنا شاطرة فيهم يا جماعة، وألاقي طريقة أقنع اللي قدامي إنه أنا السوبر هيرو تبعك، أنا حلال المشاكل اللي أنت عم تدور عليه. فأبيع حالي عن طريق القدرات اللي أنا اكتسبتها على مدار السنين. وهو سبحان الله ربنا بيوجهنا، لأنه أنا لما البيبان بتاعت المدارس اتقفلت، وقعت القلم مش مشكلة لما بيبان المدارس اتقفلت في وشي I started the family hub. واو، ده اللي حصل. فهي جت كده، ربنا كده. وبعدين لما اتقبلت في شغلانة في الآخر ولا على البال ولا على الخاطر يعني هبقى في البوزيشن ده واترقى يعني استقلت. لأنه لما الدنيا اتزنقت معايا وفتحت البلاتفورم ده ولقيت قد ايه الحمد لله يا رب، ربنا يا رب يديمها نعمة، قد ايه ده عامل فرق مع ناس كتيرة كأمهات، لقيت انه it's time to leave. خلاص الشغل المدرسة 13 سنة خبرة الحمد لله، ما اقدرش احلم باكتر من كده في احسن مدارس. it's time ان انا تاخدي بالخبرة دي وتعلمي بقى بيها ناس تانية. بس ده مش سهل يا نادين. انا تعبت جامد في الفترة دي، لان في فترة من الفترات انت السي في بتاعك بيبقى زي واجهة ليكي قدام نفسك. فالسي في بتاعك لما يبقى مش مقبول بغض النظر عن اسبابه ده بيهزك، يعني بيهزك كبني ادمه. ومش قصدي كمان سي في بس للشغل، يعني احنا ممكن ندخل في موضوع اعمق يعني، بس انتي بتتكلمي على انه هو انا عملت ايه في حياتي. فانا كنت بقعد ساعات مع اصحابي المقربين وساعات مع جوزي واهلي وكده، اقول لهم عشان اصلا انا فاشله، عشان انا ما عملتش حاجه، انا سنين دي كلها ضيعتها في ان انا بتنقل من بلاد لبلاد ورا العيله وانا فاشله ما عملتش. فانا جوزي مره خرجني، وهقول القصه دي حقيقي حق شهاده فيه، يعني خرجني على الغدا مره وانا كنت بقى ايه يعني جايبه الدنيا ارضا يعني. فقال لي زي ما بتقولي بالظبط، بالورقه والقلم، ده اللي انت عرفتي تحققيه في 1 2 3 4، دي المشاكل اللي واجهتك 1 2 3 4. لما هتقيسي ده قصاد ده هتلاقي ان اللي انت عملتيه الفتره اللي فاتت دي كانت قصه نجاح.
بس هو الواحد بيبقى لازم يدور على حد يدعمك انك تقولي الكلام ده، وكتير الناس ما بتبقاش مركزة في القصة دي. 100%. فالست اللي عايشة بهاي الدايلما بدها هذا الدعم، دعم أسري، دعم من المجتمع. اللي حضرتك عم تعمليه كمان إنه في ناس سامعة بهذا الحكي اللي أنت عم تحكيه، مش لحالك بهاي الجيرني تبعتك، وعم تعطيك شوية مش أمل وإنما طريق بالضبط. عم بوضح لك الصورة، مثل ما نحن اليوم عم نعمل بالبودكاست. نحن اللي عم نحاول نعمله خلق طريقة تفكير مختلفة بالضبط. عن المعتاد، لأنه المعتاد مش كتير صحيح. عرفتي علي كيف؟ فمن هون بتبلش الخطوات. بدك ناس تدعمك، فدوري على الناس هدون. مجتمع صغير، حدا على السوشيال ميديا تتبعيه، ناس بمجال العمل عم بيشتغلوا يعطوكي نصائح، يعطيكي شوية أفكار. تحطي السي في تبعتك معاهم يحكوا لك شو رأيهم. أنا على سبيل المثال حتقولي لي السي في تبعت سلمى اللي صار لها 9 سنين بدون شغل، أول سنتين حتحط الجامعة، وحتحط بعدين الأول سنتين شو اشتغلت، بعدين حتقولي في 9 سنين فاضي السي في. صح. بعدين هلا عم بدور على شغل، ما عم تعمل شيء. شو بدها تعمل بهالقصة؟ هي مشكلة كبيرة، كيف بدها تحلها؟ ايوه. والناس اللي بيجي لها سي في دي بتفكر في ازاي. اوكي صح. الناس اللي حتشوف السي في كتير صعب انه تقطع السي في. الناس اللي عندها خبرات كتير يا دوب تقطع وما بتقطع يعني ومنلاقي. بس انا في رايي لسلمى بهاي 9 سنين لازم تحط من هاي السنه لهاي السنه building societies, building the foundation of all human beings. بناء مجتمع، بناء أبناء هذا المجتمع، بناء قادة المستقبل. هذا اللي عم تعمله هي كانت. أيوة بس الكلام ده بيتاخد سيريسلي من الناس في الشغل. أنا ما أعرفش، أنا بسألك عشان أنتي في المجال أكتر. شوفي أنا برأيي هلا نحن في وقت الإبداع له قيمة كتير كبيرة. حلو. بشتى المجالات. أوكي. حتى في مجال التكنولوجيا التقني اللي أنت عم تحكي لي كودينج وويب ديفلوبرز وإلى آخره، عندهم إبداع كتير كبير على فكرة. في جميع المجالات الإبداع كتير مهم. أنت عم بتلاقي على طريقة إنك تسل يور سيلف، تبيعي حالك. أنا عم بعطيكي طريقة. هاي الطريقة شو؟ إنك أنت كنت عم حاطة بهذا الوقت إنك أنت عم تبني قادة المستقبل. مش حتلفت نظري؟ أنا لو مرت على هاي السي في حتلفت نظري كتير طبعا. حكون كتير جعبالي أشوف منها الامرأة اللي شايفة حالة إنه هي عم تبني قادة المستقبل. لا ده أنا بكرة الصبح هكلمها، يعني مش هستنى، لا هكلمها بكرة الصبح. وشو بعد هيك تحط، أنا ما بحكي منوقف هون، بس منحط بقى شو السكيلز تبعونا، شو عملت بالفترة الماضية، شو الكورسات. ما نحن هلأ عم بدها تروح تدور على شغل، لازم تكون هي up to date، عارفة حالة شو عم بصير. AI كورسز أخذت شوي إذا هي هذا اللي بدها تدخل عليه، الداتا ساينس أخذت شوي إذا هي بدها تدخل عليه، أي مجال بروجكت مانجمنت بدها تدخل عليه، عاملة شوية كورسات أونلاين، قارئة شوية شغلات، كاتبة شوية شغلات. ليش هي ما بتقدر تكتب؟ بتقدر طبعا تكتب شوية شغلات حتى. فأنا اللي عم بحكي تعبي، ما حتكون فاضية، حتكون مليانة. بس كيف مليانة؟ وبصدق. مش كنا عم نحكي عن الصبية اللي اجت لعندك؟ أيوة. بصدق. نحن ما عم نقول كذبة، ولكن انت ما بتعرفي شو هي نقاط القوة تبعتك، ولا هي شو الفاليو تبعك اللي عم بدعوك اليوم لإله انك تروحي تدوري عليهم وتكتبيهم بقلب السي في. كلام حلو قوي نادين، حقيقي كلام حلو قوي، وانا نفسي الناس تطبقه، لان انا فجأة بقيت حاسة ان انا عايزة ارجع يعني لما ان شاء الله هعين قريب تاني نرجع تاني للسي فيز دي ونتكلم مع الناس، يكونوا شافوا بقى الحلقة فيقولوا لي لا والله. بس انا بشوف الهزة دي، وعارفة انها الهزة مش في محلها. يعني يمكن يكون ناقصني شوية مهارات حياتية بتاعت الشغل، بس انا عندي مهارات حياتية تانية في حتت كتيرة. فبحس ان هو لا يعني الشفت بتاع التفكير ده مهم قوي. وهاي الشفت تبعت التفكير ما بتساعدك بس تلاقي اي حدا اللي بده يلاقي شغل. هي مو هون، هي بتساعد الشخص يوصل لمراحل جديدة في حياته. نحن بالشغل بنحكي بهذا المنطق، بالكوربريت، بالشركات الكبيرة، حتى بالستارت ابس. هن بالآخر شو بدهم وقت ما يوظفوا أشخاص؟ بدهم هدول الأشخاص ينتجوا ويوصلوا للنتائج اللي مطلوبة من هاي الشركة. أوكي. هذا هو السبب الأساسي. طبعا. وقت ما أنا بدي مثلا أوظف 4 ويب ديفلوبرز، بعرف إنه أنا بحاجة لهدول، لأنه هدول رح ينتجوا لي 1 2 3. صح. وهذا الشيء بينطبق على كل شيء بمجال العمل. فالفكرة وين؟ الفكرة إنه إحنا بوقت بعصر
فيه انفتاح كتير كبير، بحيث انه اصحاب الشركات والستارت ابس دائما عم بيدوروا على هدول المبدعين اللي بيضيفوا قيمه للشركه تبعهم. بطلنا مثل ايام زمان اللي هو دائما الناس تسالني عن موضوع مثلا الجامعات معينه والى اخره، بطلنا هذا الحكي. خلاص بقى، ولا ماسترز معين لازم يكون من جامعه معينه والى اخره. نحن بطلنا بهذا العصر. نحن في عصر كل القاده عم بيدوروا على الفاليو that you would bring to my team. هي وقت ما أنا ألاقي هاي الموهبة بمكان معين حروح وأجيب هاي الموهبة. ووظفتنا على فكرة كتير عالم بيكون ما عندهم هاي الخبرات الطويلة، بس شايفة إنه هذا الشخص عنده هاي الموهبة كتير كبيرة، هاي هاخدها وهستخدمها وهطورها وهدربها وهديها الإمكانيات وكل حاجة، بس هي تكون مستعدة. هي تكون مستعدة. والاستعداد بيجي من شو الاستعداد؟ خلينا نكون يعني سبيسيفيك أكتر أو دقيقين أكتر. الاستعداد بالعقلية، عقلية إيجابية، عقلية إنه أنا بدي أتعلم وعم بتعلم، وأنا ما في شيء جديد موجود على الساحة ما عم بتعلم فيه. على سبيل المثال مشان نكون نحن واقعيين أكتر، الماركتينج. أوكي، الماركتينج في ناس كتير تعلموا ماركتينج، جامعات ومدارس وإلى آخره، وبأحسن جامعات في العالم. هلا اللي تعلموه بالجامعة is completely irrelevant. الماركتينج تكنيكس نحن تبعونا عم بيتغيروا يوميا. صح، يوميا. يعني أنا إذا ما بدي أتعلم اليوم وبكرة حتكون outdated. صح. سواء كان بالديجيتال ماركتينج، السوشيال ميديا ماركتينج، التولز اللي عم تنزل بالماركت كل يوم تنزل تول جديدة، وكل يوم في طريقة تانية to optimize your performance وإلى آخره. طب أنا الماركتيرز اللي عندي إذا ما عم بيتعلموا أنا ديلي يوميا، صح؟ لا، ملوش معنى. ما له معنى. هذا معناته عم بيعطي فرصة للناس تدخل لمجالات يمكن ما مجالها أساساً. بالضبط. فاهم علي كيف؟ هاي نقطة كتير مهمة، لأنه نحن بنفكر حالنا إنه أنا لأني ما درست بهذا الفرع فما بقدر أشتغل هذا الشغل. هذا الشيء مش صحيح بهذا الوقت، بهذا العصر اللي نحن فيه. لطالما أنا عم بتعلم وعم بشوف شغلات غيري مو شايفها حلاقي فرصة. يعني أنا إذا بيجيني 2 ماركتينج إكزيكتيفز، أوكي، 2، واحد عنده 3-4 سنين خبرة، وحدا يمكن واحدة ما مشتغلة بكوربوريتس من قبل، بس عندها أفكار تسويقية ملهمة. أوكي، أنا بدي إياها هي. صح. لأنه أي حدا يدخل لي بيانات عادي بتلاقي أي حدا، وهذا كلياته is gonna be automated. يعني أصلاً خلاص بقى بالضبط. نحن بطلنا عم نطلع هدول الأشخاص. ال AI حتيجي تاخد مكان هاي الأشخاص اللي هي بدها تدخل الشغلات التقليدية اللي نحن متعارفين عليها، الشغلات اللي فيها process بنقدر نعمل لها automation، باخد ال AI محلهم. بس نحن الناس اللي عم ندور عليهم هن الناس اللي عم بضيفوا شيء جديد. المبدعين اللي هو صعب إنك أنت إذا ما بحسي مزبوط صعب إنك تلاقيهم. بس أقولك حاجة، أنا اللي أنت تقوليه ده فكرني بقصة إن اللي معايا في التيم حد أخد كورس ديزايننج، فبقت بتعمل ديزايننج دلوقتي لكل حاجتنا ان هاوس خلاص بقى. حد تاني أخد الكورس في الويب سايت ديفلوبمنت، الباك جراوندز بتاعتهم حاجات تانية خالص، يعني مش علاقة بالموضوع. بس لما يكون في بالظبط اللي قلتي المايند سيت، في استعداد ان انا هشتغل وهطور وهنجح وهطلع حاجه هتعلمها وهجيب منها. وبقوا دلوقتي انا بقول لهم اشتغلوا دلوقتي مش بس معايا، if you have time freelance it out، لان انتوا بقى عندكم سكيل، مهاره واخدين عليها تمرين وكورسز وكل حاجه تقدروا انتوا تعملوها مع اي حد 100%. وهاي نقطه، شوفي، نقطه مهمه هون هي قصه العلم بالشيء، اني انا اعرف انه هذا الشيء موجود. خليني اشرحها. إنه أنا لازم أطلع من فكرة إنه إذا الموضوع لازم أكون دارسته بالجامعة أو دارسته سنين طويلة أو لازم يكون عندي خبرات طويلة فيه حتى أدخل فيه. لازم هاي المايند شيفت تصير، لأنه الوقت اللي نحن فيه هو عصر ال AI وعصر التكنولوجيا. مشان أنا أعمل ويب سايت بطل مثل أنا وقت ما بلشت أو التيم تبعي بلش. هلأ بهالسنتين هدون الدنيا تغيرت. صح. أنا مشان بنيت ويب سايت قبل إسا كم شهر. هذا الويب سايت مشان أنا أبني قبل خلينا نحكي 6-7 سنين من هلأ، كنت أحتاج إذا كان بدي ريسورس واحد أو إذا أنا بدي أقعد أشتغل هذا الشغل كنت أحتاج 3 أسابيع من الشغل المستمر حتى أطلع بهذا الويب سايت. صح. على الووردبريس على سبيل المثال. أوكي، وكمان شغلات كانت متوفرة لإلي، يعني هاي اللي هي 3 أسابيع قبل 6 سنين، قبل another 6 years كان بدي يمكن شي 2 شهرين. أوكي، فهي الشغلات بتتغير. فهي النقطة اللي بدي أنا أوضحها، إنه بصير شيفتس. التكنولوجي وقت ما تشيفتس بتساعدنا، فلازم أكون منتبهة على النقطة.
هلا لو هذا الويب سايت انا بدي ابني، قلت لك اللي هو بنيناه قبل شهر، اخذتني 3 ساعات اوف من كل شيء للكونتنت كرييشن. 3 ساعات. واو. اللي كانت تاخذني 3 أسابيع صارت تاخذني 3 ساعات، وما بحاجة حدا يساعدني. فأنا شو اللي عم بحاول أحكيه هون؟ مع تطور التكنولوجيا بتصير الجاب بين اللي أنا مثلا عندي سنين خبرة مش موجودة وإلى، أو مثلا شهادات معتمدة معينة مش موجودة، الجاب بتقل. ليه؟ لأنه العلم صار متوفر للجميع. فاللي بيفرق هون شو؟ مين اللي عم بركض ورا الشغلة اللي يتعلمها. لأنه أنا بطل بدي خبرة تقنية، عم بحكي عن أي حدا، بطل بدي 4 سنين بالجامعة ويب ديفلوبمنت حتى أعرف كيف أعمل ووردبريس ويب سايت. قبل كان لازم حتى أفهم شوية كودينج، وأفهم شوية لوجيك، وأفهم شوية شغلات. هلأ ما كان في، لأنه كتير في شغلات أوريدي صارت مقدمة لأنه معمول الكود وخالص، بس أنت بلاج أند بلاي بتاخديه وبتحطيه بلاج أند بلاي. فصرتي بس بدك يكون في عندك مهارة التعلم. إذا أنا عندي هاي مهارة التعلم موجودة، ومهارة السؤال، وقت ما أعرف شغلة أسأل وأسمع وأكون كيوريوس، ويكون في عندي شغف إني أتعلم أكتر، إذا عندك هاي المهارات تقدر تعلمي أي شغلة. مبسوطة قوي. لا والله مبسوطة قوي من الحديث، لأن هو ده اللي احنا بنقوله. مبسوطة إن في حد بروفيشنال قاعد بيتكلم على ده، لأنه ممكن كل حاجة ممكن تتعمل. احنا كنا قريب قاعدين مع الأمهات اللي بنشتغل معاهم، وكنا قاعدين كده بتجمع يعني عادي، وانا عارفه رحت قاعده كده بره واتفرجت عليهم، لقيت حسيت ايه الشطاره اللي الستات دي فيها بجد. يعني كان في مرحله كده كنت تواضع كده نزل لي من السماء، انه تتفرجي هامبلينج كده، تحسي ايه. واحدة كانت يوجا انستراكتور وبعد بتعمل دلوقتي ريتريتس وبتروح وبتيجي. واحدة تاني بدأت ان هي بتعمل بس بيرسونال تريننج، بعدين خدت تريننج في الزومبا، وبعدين تريننج في الريفورمر بيلاتس. وبعدين واحدة تانية كانت عمرها ما اشتغلت في حياتها، وبعدين بقت لايف كوتش و ADHD كوتش، وبتعمل فرق كبير قوي مع الناس. وغيره وغيره وغيره، اللي اتعلمت اروما ثيرابي، واللي بقت بتعمل برودكتس، واللي بتعمل تشيز كيكس. فتحسي اللي هو كل اللي الناس دي عايزاه هو بس الدعم، ان هي تقدر، وان عندها مجتمع حواليها يقدر يساعدها عشان توصل اللي هي عايزاه. ومش شرط ان انا احصر نفسي في الكارير بتاع 9 ل5، وان انا اشتغل في كوربريت، ولو اترفضت كذا مرة يبقى الدنيا سودت في وشي. زي ما بتقولي ممكن اشتغل فريلانسنج، ممكن اشتغل حاجات تانية، ممكن اقدم وافضل اجرب، ممكن اعمل حاجة بتاعتي، ممكن اشارك حد في حاجته. يعني الدنيا مش سوداوية كده زي ما كنا زمان، صح؟ 100%. خليني أحكي لك شغلة بس خطرت في بالي هلأ، مشان كمان نكون يعني نساعد بطريقة أفضل، يكون شغلات عملية. أحكي شغلات عملية اللي حدا فينه ياخدها ويستفيد منها. إنه أنا خليني أحكي سلمى بدها تروح تدور على شغل، وبنت السي في مثل ما أنا حكيت لها تقريبا، أوكي، عملت سي في حلوة وقدرت تاخد انترفيو، والانترفيو ما مشي الحال وما أخدوها. أوكي، وقتها تعرفت هي بتكون على حدا بقلب الانترفيو، أوكي، مدير توظيف، المدير الأساسي وإلى آخره. هي ترفضت، فيها ترجع تبعت لهم وتقول لهم أنا مستعدة أشتغل معاكم بس تريننج، ما بدي فلوس، تاخد خبرة. مش نحن عم نحكي ما عندها خبرة؟ تاخد هلا في ناس ما حيعجبهم هذا الكلام، لأنه في ناس مع فكرة إنه أي شيء أنت بتنتجيه لازم يكون في له مقابل. أنا ما بفكر هيك بهالطريقة هي أبدا، وبحس الناس الناجحين ما بفكروا بهالطريقة، لأنه بالنسبة لهم أي معلومة أنت بتعطيني إياها هاي خبرة وهاي فلوس. أنا بالنسبة لي أي معلومة بستفيد منها من أي حدا، هاي بالنسبة لي تعد مصاري. فالفكرة اللي أنا عم بحكي فيها هون إنه مدير التوظيف يقول له أنا بشتغل عنكم لمدة 2 شهر for free. سمعتي إنه في شركة هلأ عم بتوظف وبدهم I reach out to them، بعرف حالي ما حياخدوني على سبيل المثال. reach out، أنا هلأ عم بدور على شغل، فيكم تاخدوني عنكم 2 شهر. أنا بحكي كل نقاط القوة تبعتي، وأنا كيف بقدر أخدم هاي الشركة. قول لهم أنا حابة أشتغل معاكم 2 شهر بس للخبرة. الخبرة حقها مصاري طبعا، بعدين على السي في تبعها وتقدر تحطها 100%. أوكي، بقدر أعمل فريلانسنج بس انه فريلانسنج فور فري يو كان، بس انا ما كتير بفضل لانه ما كتير شيء مدعوم تقدر تحطيه على السي في.
انا في رايي تروحي على شركات معروفه وتقولي لهم انا موجوده حابه اقدم خدماتي لكم ببلاش بس اداوم عنكم شهرين. هاي خبره بحد ذاتها، يمكن هن يشوفوها يحبوها ويشغلوها، او يمكن لحالها تتعرف على الناس، تبلش توسع شبكه العلاقات تبعها، والناس تعرف انه هي عم بتدور على شغل، ومن حدا لحدا تتقدم السي في وتبلش شغل. والله أعلم الناس دي كمان ممكن يروحوا شغلانة تانية، ممكن يتقابلهم في حتة تانية ويفتكروها ويبقوا عايزينها ويتقدر تتواصل معاهم، فهو وين وين لجميع الأطراف يعني. 100%. فهي طريقة، أنا برأيي هاي طريقة كتير بتساعد أي تحفة. حدا ما عنده خبرة، بس يقدر ياخد شوية خبرة، مشان ما حدا يحكي لك أوكي أنت ما مثلا ما مشتغلة بشركات من الساعة 8 للساعة 6. في ناس ممكن تحكي لك أوكي هذا حيكون تغيير كتير كبير بالنسبة لك، هل فعلا أنت بتقدري تشتغلي من الساعة 9 للساعة 6؟ هل أنت مستعدة؟ مستعدة؟ فكل هاي الشغلات بتقدر حتى هي بتعمل تست لحالها، فعلا أنا هذا الشيء بدي إياه ولا لا. ما هو مرات ممكن نحن نحكي بأفكار كتير حلوة، بس بعدين عن جد ديب إنسايد ما يكون هذا الشيء بدي إياه، يكون هي نرجع على سكوير 1 اللي حكينا فيه بأول الحلقة، اللي هو ضغط مجتمعي، ومو هو الشيء اللي هي بدها إياه. صح. وتتزنق بقى في كونتراكت وفي كده، وبتبقى مش هو ده اللي حباه. صح. أنا صراحة بحس إنه المعادلة صعبة يا نادين، المعادلة صعبة، بس أنا دايما مقتنعة إنه هو ربنا سبحانه وتعالى بيوجهنا في الاتجاه. لكن وكنت لسه بقول القصة دي قريب، إنه لو أنا خدت القرار بنية حاجة خير يبقى ربنا هيعوضني خير كبير قوي. يعني لو أنا خدت القرار بتاع أنا هقعد مثلا هقعد فترة بعيدة عن الشغل أو كارير وكده عشان خاطر أنا ولادي محتاجيني، أو جوزي محتاج دعم، أو أهلي محتاج whatever the reason، أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيبقى في أجر كبير للموقف ده، هيتضاعف بالنسبة لي، سواء بقى كان في شغل بعد كده أو في حاجة مع ولادي أو كده. الوان سايز فيتس اول ده محتاجين نبطله. أكيد أكيد، الدنيا واسعة كتير، والاحتمالات ما لا نهاية. ونحن عم نحكي مع بعض كتير، عم بفكر بمشاريع صغيرة أي حدا ممكن يبلش فيها لو ما عنده أي خبرة. حكينا على الويب ديفلوبمنت، حكيت لك على الووردبريس as an example اللي هي 3 ساعات فريلانسنج، لو جرافيك ديزاينرز it's very easy لو to do. واحدة ما عندها أدنى خبرة أو ما متعلمة أصلا تكنولوجي بالجامعة، تروح تتعلم بس تاخد كورسات ووردبريس وتتعلم كيف تعمل هالقصة، وقتها بتقدر تفتح سمول كمباني مشان تقدر تعمل فريلانسنج، تروح الشركات الكبيره تقول لهم انا بقدر بعمل لكم الويب سايت تبعكم، انا بقدر اعمل لكم مينتنس له، هل قد التسعيره تبعي. شوف الشركات الثانيه قديش بتسعر، وهي تعمل اقل ب 30% من الماركت، حيجيها بزنس. صح. وهاي واحدة من الأفكار. يعني إذا بنقعد أنا وياكي هلأ حنحكي عن 100 فكرة، بس بدها مين اللي تعجبه فكرة معينة ويروح يطبقها، يشوف حاله بهاي الفكرة. هلأ هون في نقطة تانية أنا كمان بتلفت نظري كتير بالناس، إنه أنا ممكن أكون عارفة شو بدي على سبيل المثال، وبلشت قررت على شغلة معينة وبلشت فيها. بحس إنه أصعب خطوة إنه وقت ما الواحد they want to reach out لحدا، يعني أنا بدي أتصل بحدا وأحكي له إنه بدك تاخد الخدمة تبعتي، أو to offer my service لحدا معين، أو أطلب من حدا شيء ريفيو. بحس هاي الخطوة يمكن أصعب خطوة بكل هاي الخطوات. فالصبية اللي واقفة عند هاي النقطة بس بدها دفشة. عرفتي كيف؟ إذا ما في حدا يدفشك من ورا، ما في حدا من وراك يدفشك، أنتي ادفشي حالك وعديها وبلشي احكي مع الناس. شو بده يصير؟ الرفض هقول لك لا، بعد 10 لا في وحدة تأكدي. أنا مقتنعة. بصي أنا دي حياتي، لأن الناس بتبصلك تقولك واو انتوا عملت، لا احنا مش واو عملنا. على فكرة انتي بتشوفي الكذا سبونسر الموجودين في الايفنت، هو قصادهم لو جينا 4 احنا قصادهم في 40 قالوا لا، بس احنا ما بنشوفش ده. فانتي هتشوفي ان ال4 دول النجاح، انا بقول 4 مجازا يعني، 4 دول النجاح، لا هو في 40 تانية اتقال لهم لا، ولو ما كانوش قالوا لا يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بارك وجاب دول. هي دي الفكرة، انك بس هي المثابرة دي محتاجة دعم يا نادين، محتاجة دعم، محتاجة تبقى انتي واثقة في نفسك، ومحتاجة ان انتي تبقي بتزقي نفسك، ولما هتقعي يبقى في ناس حواليكي ترفعك الرفعة دي. وهون بالحديث على هالنقطة بحس إنه من أهم الشغلات اللي لازم أنا أكون عارفة ومتمسكة فيها، حكيت فيها بالأول بس بدي أركز عليها مرة تانية، هي موضوع الفاليو تبعي. What am I offering؟ أنا شو السيرفيس اللي عم بعطيها؟
لازم أكون يعني واثقة منها 100%. وإذا ثقتي فيها 80-70 أضلني عم بشتغل عليها، عم ببيع أوكي، بس أضلني عم بشتغل على هاي لحديت ما أنا ثقتي بالسيرفيس هاي تكون متعمقة فيها وفاهمتها فوق وتحت ويمين ويسار، وعارفة الماركت قديش أسعارها، وعارفة الأوفرز قديش عم تنبعت للشركات ولل برايفت بزنس اونرز والناس اللي عم تشتغل من بيوتها والفريلانسرز قديش بتطلب. لازم يكون عندي خبرة بكل، فاهمة مش خبرة، فاهمة بكل هاي الشغلات، عاملة ريسيرش تام. بس أعرف الفاليو تبعتي مزبوط وحافظتها وفاهمتها ومبكلتها، بدي أتعلم كيف أبيعها. هدول النقطتين. هذا بينطبق على شو؟ بينطبق على إذا أنا بدي أفتح بزنس جديد، إذا بدي أكون فريلانسر من البيت، إذا عم بدور الشغل بالشركات، لأنه أعطيتك إكزامبل كمان بالشركات كيف هذا الشيء value and sell the value. إذا عرفت أنا تكراك أو أفهم هاي الشغلتين، ما يعني حيكون غير مسيطر علي. خلص انت ما حدا حيقدر يسيطر عليكي، حتلاقي اللي بدك اياه وحتنجحي وحتوصلي لكل شغله بدك اياها ان شاء الله. عايزين ساعتين كمان. انا عايزه اعزمك في برنامج شغفي بتاعنا بليز للستات. احنا بندعم الامهات اللي عايزين يشتغلوا، اللي عايزين يشتغلوا على نفسهم، السيلف ديفلوبمنت، اللي كل حاجه ليها علاقه بالام بيبقى موجود، وبنبقى محتاجين ناس زيك يجوا يساعدونا. كل الناس اللي حكيت لك عليهم، اللي عملوا يوجا واللي عملوا زومبا واللي عملوا تشيز كيكس واللي عملوا اروما ثيرابي، كل دول امهات زيي وزيك، امكانيات رهيبه وشاطرين، وكانوا بس عايزين الدفش. انت قلتي دفش صح؟ قلتها صح. عايزين الدفش دي اللي هو ايه، احنا مصدقين فيكي، احنا عارفين انتي شاطره، ادي التولز اهو، يلا بقى. ولما حطيتيهم في الموقف ده ابدعوا. فانا مستنياكي تيجي بقى تتكلمي معاهم 1 to 1 كده ان شاء الله. اكيد I would love to. يعني اكيد متحمسه ومبسوطه كتير بالمشروع اللي عم بتعمليه. الحمد لله. واكيد يعني امتى ما بدك بس احكي لي. انا بحكي لك اهو. انا احكي لك على الهوا كمان عشان بدبسك رسمي يعني من عيوني. ثانك يو نادين. عندك اي لاست ووردز عايزه تقوليهم قبل ما نختم؟ ما انبسطت كتير معك اليوم. أنا كمان. الحديث كتير كان مشوق، وانت باول الحديث قلتي لي انا بحكي كتير، بس طلعت انا بحكي اكتر. لا انا مبسوطه، ما احنا جايين عشان انا بحكي كتير بره بس. فلا انبسطت معك كتير، الحديث كان مشوق، وحاسه انه فيه كمان قيمه كتير كبيره للصبايا والستات، وان شاء الله يا رب يستفيدوا من الحكي اللي حكيناه. ولنا لقاء قريب. لا قريب اللقاء، انا بقول لك انا دبستك وانت قاعده، لقاء قريب اكيد. اكيد. شكرا نادين. شكرا انتوا سمعتونا لحد الاخر في الموضوع عائلي جدا. كل اقتراحاتكم وكل افكاركم بتفرق معانا جدا. اي وقت محتاجين تبعتوا لنا اي حاجه، تقولوا لنا افكاركم وارائكم واقتراحاتكم، حقيقي هتفرق معانا. ويا رب نكون دايما عند حسن ظنكم بينا. شكرا.